الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ذهب إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج. بعدما أكمل مناسك الحج التقى برجل من سكنة المدينة، فقال له: من أين أنت يا أخ العرب؟ قال له: من العراق. قال له: أين في العراق؟ قال له: أنا طالب في النجف الأشرف. فقال له: بعد أن تستكمل مناسك الحج هل ستعود إلى العراق؟ قال: بلى. قال له: لماذا لا تبقى عندنا في المدينة؟ نزوجك ونعطيك سيارة ونعطيك بيت وراتب وتتعلم وتتعمم إن شئت، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى فضلنا عليكم بعدة نقاط. قال له: بيش فضلكم علينا؟ قال له: جعل الكعبة يمنه وما خلاها يمكن، وخلى بير زمزم يمنه وما خلاه يمكن، وخلى يمنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلاه يمكن، ما قالوا آله، وخلى يمنه دار الأرقم اللي أسسوا به الدعوة الإسلامية وما خلاه يمكن. بعد انت ايش عندك راجع للنجف؟ جاوب هذا الطالب، خلي بالك وياي. قال له: إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي نفسه محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفسه محمد يشهد القرآن، والقرآن ويا المرتبط أقلم. علي نفسه محمد حتى بالأحكام، وش حللوا حرم، وانت تريد عوف ولاية الكرار واسكن بالمدينة هناك واتعلم. ولك انا ما اقول لك محمد بالغدير ايش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا شف وشعلك نار، لأن طاري علي يخليك تتلأثم. وما قل لك محمد بالوداع ايش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما قل لك رفع يعشف وشعلك نار، لأن طاري علي يخليك تتلأثم. وما قل لك محمد هو داح الباب، لأن دومك تمس ما تريد تتفهم. وما قل لك محمد نفسه داح الباب، لأن دومك تمس ما تريد تتفهم. وما قل لك أتبعث كي سكنت هناك، لأن عندي يقين مقلد الأعلم. وما قل لك الطائف والنجف فدراي، لأن علم النجف كل يوم يتقدم. وما قل لك أريد زيارة المختار، ولا بدار الأرقم أمشي واتعمم. وتعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الأرقم تهدم. ولك تعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الأرقم تهدم. لأن نفس محمد بالنجف مدفون، ولليعقوب هسه تحول الأرقم.